حرامي اللحظة. كريم خريج جديد بقاله أسبوعين باعت السي في بتاعه لشركة أحلام. كل يوم يصحى يفتح الإيميل بتاعه 100 مرة، موبايله ما بيفارقش إيده، ضربات قلبه بتزيد مع كل رنة تليفون. بدأ يتخيل سيناريوهات، أكيد رفضوني، أكيد شافوا حد أحسن مني، أنا مستقبلي كده ضاع خلاص. كريم عايش في المستقبل، سايب الحاضر وبيضيع طاقته في التفكير في نتيجة هي أصلاً مش في إيده. هو عمل اللي عليه بس عقله مش راضي يسكت. ربنا قال إيه في القرآن؟ أليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. القلق علاجه في الآية دي هو التوكل، التسليم. التوكل يعني تعمل اللي عليك وتاخد بالأسباب وتسيب النتيجة لمدير الكون فهو حسبه، يعني ربنا كفيك وهيتولى أمرك. القلق بيجي لما ننسى إننا مجرد سعاة وإن النتائج دي ملك لله وحده. طب إحنا ليه أصلا بنحس بشعور القلق؟ القلق هو خوف من المجهول، رغبة إن أنا أسيطر على المستقبل سيطرة كاملة. إحنا بنقلق لأننا بنربط قيمتنا وسعادتنا بالنتيجة النهائية. القلق يعني ضعف يقين وقلبك متشتت. لما القلب بيتعلق بالأسباب النتيجة إنك بتنسى المسبب. طب إزاي أعالج القلق اللي أنا فيه ده؟ ركز في السعي وخلي النتيجة للي خلقك. اسأل نفسك سؤال، هل أنا في إيدي حاجة؟ هل في حاجة أقدر أعملها دلوقتي تغير النتيجة؟ لو الإجابة لأ، يبقى التفكير ده هدر للطاقة. اذكر ربنا، الذكر هيطمنك ويهديك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر بيعمل للمخ ريستارت، الذكر بيرجع المخ لحالة السكون. هقولك على فكرة، في صندوق للتوكل. تخيل إنك بتحط مشكلتك كلها في صندوق وبتقفله وبتسلم مفتاحه لربنا. عيش اللحظة دي بقلبك. القلق عامل زي الكرسي الهزاز، بيحركك كتير بس مش بيوديك في أي مكان.